السلام عليكم ورحمة الله. فيوتشر يعطل صحوة الأهلي ويتسبب في تأجيل حسم الدوري قليلا بسبب افتقاد الأهلي النقطتين. أكثر من خبير تحكيمي يؤكد أن مباراة الأهلي وفيوتشر لم يكن بها أخطاء مؤثرة، وأن الهدفين الذي ألغاهم الحكم كانوا تسلل بالفعل. الأهلي يستعد للإسماعيلي بدون راحة، وتحقيق الأهلي الفوز أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري يؤكد أن الأحمر يتوج بالدوري رسميا حال تحقيق الفوز على الزمالك. عدم دفع مارسيل كولر بمحمد شريف تماما في مباراة أمس رغم حاجة الفريق لمهاجم، والمؤكد أن المدرب بدأ يفتقد الثقة في اللاعب. جماهير الأهلي الحاضرة لمباراة فيوتشر تعلن رفضها تماما فكرة ضم إمام عاشور بهتاف إمام عاشور مش عايزين صالح سليم مش ناسيين. الأهلي ينفي جلوس أي من مسؤولي الأهلي مع تريزيجيه للحديث معه للعودة للفريق، ويؤكد أن وكيل في صحف تركيا ليس له أي أساس من الصحة. وكيل علي سماتة يؤكد أن الأنباء التي ربطت اسم موكله للانتقال للأهلي عارية تماما من الصحة. الصحافة البلجيكية ميتلاند لن يتخلى عن إمام عاشور للأهلي إلا لو حصل على 2.6 مليون دولار. الوقر القطري يعلن عن انضمام حمدي فتحي إلى صفوفه، واللاعب ينتظم في تدريبات الفريق مباشرة. والكابتن محمود الخطيب يثني على التزام حمدي فتحي وترك النادي كافة الأمور التفاوضية حتى انتهائها دون إثارة أي مشكلة، ويتمنى له التوفيق، ويؤكد أن أبواب الأهلي ستكون مفتوحة له في أي وقت إذا أراد العودة. علي لطفي ينتظر موقف الأهلي من العرض الذي تلقاه من نادي زد لحسم مصيره. الأهلي يرفض التفريط في شد حسين نهائيا لنادي زد، ويفضل خروج اللاعب للإعارة فقط لمدة موسم على أن يعود للفريق مجددا حال ظهوره بمستوى مميز. سموحة يطلب بشكل رسمي من الأهلي شراء حسام حسن مهاجم الفريق بشكل نهائي. قبل مواجهة الأهلي في الدوري الاتحاد السكندري يخصم 10% من إجمالي عقود جميع اللاعبي كرة القدم بسبب تراجع النتائج. المنتخب الأولمبي يضرب موعد مع غينيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل. اتحاد الكرة يعد لاعبي المنتخب الأولمبي بمكافآت مالية ضخمة حال النجاح في تحقيق كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد باريس. بعد انتقال محمد بن رمضان للدوري المجري، الإعلام التونسي ينتقد انتقال محمد بن رمضان للدوري المجري، ويؤكد أنه كان من الأفضل الانتقال للأهلي لكتابة التاريخ مثل علي معلول. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة يتوقع أن يكون لمحمد مغربي ناشئ الأهلي المعار لسموحة مكان بالمنتخب الأول بعد الأداء الرائع مع المنتخب الأولمبي. حالة إعجاب كبيرة في الأهلي بالمستوى الذي يقدمه محمد مغربي وحمزة علاء ثنائي الفريق في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب. طبيب الأهلي يؤكد أن أكرم توفيق وصل لتقدم هائل في برنامجه التأهيلي، واقترب للغاية في الدخول مع الفريق في الفترة القادمة بتكليف من كولر. المعد النفسي يجتمع مع محمد شريف في محاولة لإعادة الثقة للاعب ومساعدته على تخطي الأزمة الذي يعيشها حاليا. الزمالك ينفي ما يقال عن إيقاف القيد للنادي بسبب مستحقات خالد بوطيب. بتوصية من مرتضى منصور، الزمالك يقرر تجميد محمد عبد الغني وإبعاده عن مباريات الفريق في الفترة القادمة. علي ماهر: أبارك للنادي الأهلي الذي لم يخسر منذ فترة طويلة، كان لدي 7 غيابات اليوم وهذا بمثابة فريق كامل. أشكر اللاعبين فقد كانوا رجال، حققنا 58 نقطة وهذا إنجاز، وكذلك ضمننا المشاركة في البطولة الأفريقية وكنا بحاجة لنتيجة إيجابية والحمد لله على التعادل. مارسيل كولر: سكوت اللاعبين بشكل متكرر دون إصابة نقطة سلبية تحتاج للمعالجة في مصر، وأنا في الحقيقة لم أعلم هل المدربين هم من يطلبون ذلك أم هذا تصرف من اللاعبين. فيمكنك إضاعة الوقت لتمرير الكرة دون إيقاف المباراة. على المسؤولين عن الكرة في مصر أن يكون لهم رد فعل على تلك الواقعة المتكررة. كان لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول وتأخرنا في دخولنا للمباراة وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني، ولكن للأسف لم نسجل. لكن عندما تلعب مباراة كل يومين من الصعب أن يكون اللاعب صافي ذهنيا، ويجب أن نتقبل ذلك لأنها كرة القدم.